خلينا نتكلم مع يعني عايز اقف مع حضراتكم عند 3 لعيبه في لقاء النهارده و3 مشاهد. عايز ابتديهم بتصريح النهارده بعد الاستوديو التحليلي كان لامام عاشور، وامام عاشور قال في هذا التصريح انه المفروض تصريح كان المفروض يبقى موجود معانا، بس انا هقول لكم ايه اللي اتقال فيه. يعني اللي اتقال فيه انه انا مش هرد على الشماتين وعلى الناس اللي بتشمت فيا، لان النادي الاهلي ليه سيستم فانا بتبع هذا السيستم، ومش هرد على الهجاصين اللي بيشككوا. انا يعني بيتكلم بشكل عام يعني على الناس اللي مش هقدر اقول عليه نقد، اللي بتتطاول وتتجاوز في حق اللعيبه تحت مسمى النقد وهو ملوش اي علاقه بالنقد. الحقيقه دائما وابدا، او مش دائما، في مرات كثيره جدا كانت الناس بتتكلم على عقليه امام عاشور وانه بيرتكب بعض الاخطاء وانه بيقول كلام لا يليق والكلام ده كله. الحقيقه في الموضع ده، في الموقف ده، في التصريحات دي، انا بسقف لامام عاشور، بسقف له على تصريحاته دي لسببين. السبب الاول انه يا ريت تفضل كده يا امام، ان ما تردش على حد، اللي يشمت، اللي يتكلم، اللي يعمل اي حاجه، خلي ردك في الملعب وبس، لان بلا شك انت واحد من اهم مواهب الكره المصريه بلا جدال. ولو قدرت تفضل بنفس هذه العقليه وتتبع السيستم اللي انت بتتكلم عليه اللي موجود في النادي الاهلي، هيفرق جدا 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 معاك في مشوارك وتاريخك ومستواك وكل حاجه تمت لامام عاشور في كره القدم. الحاجه الثانيه والمهمه جدا، انه النقطة اللي اتكلم عليها إمام عاشور دي نقطة في غاية الأهمية، وانتشرت الفترة اللي فاتت بشكل فج وشكل مزعج جدا 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 فيما يخص ما يسمى وهو ملوش أي علاقة بالنقد، نقد اللعيبة. هو فعلا زي ما إمام عاشور وصفه وهو هجس، لأن فرق كبير بين إن أنا انتقد حد عشان أشوفه أحسن، عشان أشوفه أفضل، وده دورنا كإعلام، وبين ان انا اشوه حد او اقلل منه او اتطاول في حقه واتجاوز في حقه تحت مسمى النقد وهو ملوش اي علاقه بالنقد. ففعلا يا امام انت واللعيبه ربنا يعني اقول ايه، ربنا يحميكم من كم الهجس اللي ساعات بيتقال. على فكره مش معنى كده ان ما حدش ينتقد اللعيبه لما ادائهم يبقى وحش، انتقد امام وغير امام واي حد، مفيش حد كبير على النقد، بس الفكره بتنتقده ازاي؟ انتقده بدون تطاول، بدون تجاوز، عشان تشوفه احسن. قول له مناطق الضعف عندك كذا 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 كذا، اعملها عشان تبقى افضل، لكن ابدا ما تاخدش في عرضه ولا في حقه ولا في شخصه ولا تشتمه ولا تتجاوز في حقه. وبعدين لما امام ما بيعرفش يلعب كوره، امال مين اللي بيعرف يلعب؟ ده اجمد 8 في مصر بلا جدال، لعيب خط الوسط الوحيد اللي موجود في مصر دلوقتي اللي فيه ريحه خط الوسط الناري بتاع كابتن حسن شحاته، اللي هو حسني عبد رب وحسام غالي واحمد حسن وشوقي، هو الوحيد اللي عنده الريحه دي. امام في 163 يوم حقق ميداليه برونزيه مع الاهلي، وحقق النهارده اول لقب ليه. لو احتفظت يا امام بنفس العقليه اللي انت اتكلمت بيها في التصريح اللي هنشوفه حالا، هتروح لحته مختلفه تماما. بشكر اللعيبه الرجاله دي، وبشكر الجمهور العظيم ده والجهاز الفني طبعا. والحمد لله يعني انا اتعودت من ساعه ما جيت النادي الاهلي راح بطوله هيجي قدامها 10. انا اتعودت من اول ما دخلت النادي الاهلي بسبب اللعيبه طبعا، والحمد لله ببارك لهم النهارده على الفوز. اقلمت ودخلت الاجواء مع النادي الاهلي، ورسالتك لجماهير النادي الاهلي النهارده؟ لا الجمهور طبعا سند لينا ودعم لينا الحمد لله، وببارك لهم كلهم، وان شاء الله لسه في بطولات جايه ان شاء الله باذن الله. التوفيق دايما يا كابتن امام. ربنا يخليك حبيبي. هو التصريح ده ما فيهوش الكلام اللي انا كنت بقوله، كان في نفس هذا اللقاء ولكن في سياق اخر، ولكن الحقيقه ان امام في اللقاء النهارده واللقاءات اللي فاتت هو فعلا اسد. اول مره يا ابراهيم، تخيل ابراهيم عبد الجواد الزملكاوي اول مره يدافع عن لاعب بيلعب في النادي الاهلي. والغريب والعجيب ان اللي بيطلع في الاستوديو مع الهجاص 2 محسوبين على النادي الاهلي، هم محمد فاروق محمود ابو الدهب، والاثنين النادي الاهلي مستباح عندهم ولاعيبه النادي الاهلي مستباحه. شابوه ابراهيم عبد الجواد، اول مره بقولها لك، لان انت عمرك ما دافعت عن اي حد في النادي الاهلي، وكنت دائما ما تثير غضب الجماهير الاهلاويه، لكن لما تقول حاجه محترمه كويسه لازم نقول شابوه ابراهيم عبد الجواد.